جاء ليدير فوجد نفسه مستشارا فقط. ده كان حال كابتن سيد عبد الحفيظ. يا مساء الفل، صباح الخير والسعاده على الناس الحلوه بزياده. انا محمد حرف وده برنامج المشاكس، ويلا بينا نحكيها صح. كابتن سيد عبد الحفيظ اسما المشرف العام على ملف الكوره في النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ من الناس اللي بتحب النادي الاهلي جدا جدا جدا، ودي شهاده مش هينفع ان احنا نتكلم فيها، لان هو عبر عن نفسه وحافظ تاريخ النادي الاهلي زي اسمه. تقول له الاهلي لعب ماتش، يقول لك الماتش كان بين مين والحكم فلان ومين اللي جاب الاهداف. حافظ القصه، عايش الموضوع. ولما تم انتداب كابتن سيد عبد الحفيظ كان عشان يحل محل واحد برضه من اساطير النادي ومن نجوم النادي، هو كابتن حسام غالي. كابتن حسام غالي قبل ما يسيب مجلس اداره النادي الاهلي طلع بخلاف بسيط جدا، اختلاف في وجهات النظر، ولكن هو راجل محافظ على مبادئ النادي وعلى اصول النادي. وكان كل قصته ان هو شاف بعض الحاجات اللي في الاداره عايز يتكلم فيها. دور نجوم الفريق اللي هم اشتغلوا في الكوره ولعبوا كوره، وقيمتهم لملف الكوره في النادي الاهلي، وان رايهم لابد ان يكون راي يتاخد بيه، مش مجرد راي استشاري، لان ده راجل لعب كوره وراجل فاهم كوره، وراجل النهارده في تقييم ملف الكوره سواء للاعبين او الاداره الفنيه عنده وجهه نظر بحكم خبراته وبحكم ممارسته للعبه لسنين طويله. نفس المصير اللي واجه حسام غالي عشان هو راجل كروي، مش كروي من القريه لكن كروي بتاع كره قدم في مجلس اداره الكوره في نادي الاهلي، بيواجه الان كابتن سيد عبد الحفيظ. واللي خلى الازمه تبان وتنكشف انه سيد عبد الحفيظ لما تم انتدابه من قبل السيد المحترم الكابتن محمود الخطيب كان عشان يكون المشرف العام على ملف كرة القدم. وزي عشان كده بقول لك جاء ليدير فوجد نفسه مستشار. الراجل ده كان جاي عشان يشرف على ملف كرة الكوره، من ان هو يطور الكوره في قطاع الناشئين، من ان هو يمسك ملف الكوره بالنسبه يشوف الفريق محتاج التدعيمات في انهي خطوط وانهي مراكز، ويقدر النهارده يكون حلقه الوصل ما بين الاداره وما بين الجهاز الفني، ويحط تصور شامل لتطوير ملف الكوره، مش التطوير ولكن لتحسين جوده العناصر في الفريق الاول، وابداء الملاحظات على قطاع الناشئين، ويمسك الملف بكامل هيئته وبكامل لجانه، سواء لجنه التخطيط، سواء المدرب العام او المشرف العام، هو مشرف عام، المدير العام للفريق. ويكون سيد عبد الحفيظ هو صاحب القرار في كل ما يخص ملف كرة القدم، بعيدا عن الاستثمار والتطوير اللي دي واخداه باقي اللجان اللي موجوده في مجلس الاداره، وبيرقصها قيمه وقامه كبيره جدا زي كان السيد المهندس ياسين منصور. لكن سيد جاء الحال عكس الحال، وكنت جاي ادير لقيت نفسي ماسك في ورقه وكل قرار مرفوض، والختم بتاعك انت مجرد كرسي على الترابيزه زي الناس اللي موجوده، لازم تخضع لرأي المنظومة. ولكن ملف التطوير والفهم اللي كان سيد بيحلم ان هو يقدمه في المنظومة الكورة في النادي الأهلي بحكم خبراته الكبيرة، زي ما بقول لك جاء الحال عكس الحال. كابتن سيد بدل ما كان جاي عشان خاطر يكون هو دوره المشرف العام على قطاع الكورة والمسؤول الأول في موضوع الصفقات والمفاوضات ويعرف احتياجات الفريق، لقى نفسه مجرد مستشار على الترابيزه. ايه رايك يا سيد؟ والله في كذا كذا، انا شايف كذا كذا. ماشي، طب ما هو المفروض انت بعد انت ما تخلصوا هو السيد اللي يمسك الملف ويقول لك ايه رايك يا كابتن خطيب، ايه رايك يا كابتن فلان، وهو اللي يمسك الملف ويديله الملاحظات. فبدل ما هو اللي ماسك الكراسه بقى اسمه يتكتب في الكراسه. انت متخيل الموضوع ازاي؟ كابتن سيد اتأزم من الامر ده جدا جدا جدا، ولان هو كان عنده خطه طموحه، بحيث ان هو لما اتكلم مع الاداره قال لهم ان النادي محتاج شده، محتاج شده، محتاج تفويره. وده اللي حصل بالفعل، ان انت شفت النهارده عشاق الكنبه وعشاق الدكه، اللاعبين اللي كانوا موظفين الدكه دول خلاص يعني 90% منهم طلعوا، باقي 2 3 اشرف داري ومحمد شكري وبيكهام، دول اللي باقيين، ومحمد شريف، دول اللي باقيين من الحرس القديم للدكه لقربهم من بعض صانع القرار في مجلس اداره النادي الاهلي. وان الناس في النادي الاهلي برضو فيها محسوبيه وحسابات
واداره متعدده الرؤوس. اللي انا بقوله لك ده مش كلام جلا جلا، ده انا بقول لك حقائق موجوده في مجلس اداره النادي الاهلي مسكوت عنها، واللي بسببها حسام غالي تم، مش عايزين بقى نقولها بشكل صعب يعني، ولكن تم تجنيبه، ما بقاش في مجلس اداره النادي الاهلي، لانه حسام غالي كان ضد فكره ان انت النهارده يبقى الموضوع بدندنه على الودان والمحسوبيه وان يبقى في مراكز قوه. احنا عايزين ناخد قرارات جريئه لصالح العام، لصالح فريق الكوره، لصالح الجماهير، وده اللي بيعاني منه دلوقتي كابتن سعد عبد الحفيظ، لانه هو وجد ان بعض القرارات اللي المفروض ناخدها في وقت بسرعه بتتسم بالبطء الشديد جدا، وما نقول للكابتن والكابتن مش عارف يحصل ايه، وتحس ان في تعمد لتعطيل الملف، تعمد لتعطيل اتخاذ القرار، تعمد لتعطيل انهاء الصفقات، تعمد لافشال سيد عبد الحفيظ، لان هم شايفين فيه وجه طموح ومحب جدا للنادي الاهلي، وممكن وجوده في المجلس ونجاحه يأهله ان هو يكون في المستقبل كادر بحجم رئيس النادي الاهلي. فانت عندك 2-3 في المجلس ناس طموحه، منهم مهندس ياسين منصور، ده راجل كان يطمح ان هو يكون رئيس النادي الاهلي. مهندس خالد مرتجي، ده راجل كان بيطمح ان هو يكون رئيس النادي الاهلي، في حال انه عدم ترشح كابتن خطيب، لانه راجل اسمه ومركز وشعبيه كبيره، فما فيش حد هينفع ينافسه. ولكن هم وجود سيد عبد الحفيظ بحماسه وبشغفه وبحبه للنادي، وان هو حافظ تاريخ النادي بالشكل ده، وقادر ان هو ياخد اجماع من كل الاهلاويه على ان سيد شخصيه قويه ومؤثر، وقادر ان هو يتحمل ملف الكوره وينجز فيه ويقدم للاهلي فرقه بالفعل تنافس لمده 10 سنين قدام. فده خلى فيه شبه غيره في المجلس من سيد عبد الحفيظ، وبدات النهارده يبقى فيه تعمد لاضعاف دور سيد عبد الحفيظ وتاخير الملفات اللي سيد بيتولاها. فانت لما بتيجي النهارده خطه سيد عبد الحفيظ كانت كالاتي: سيد عبد الحفيظ كان بيبص ان هو يبقى عنده جناحين من الشباب، وخط النص يكون فيه شاب، وخط الدفاع يكون فيه شاب، عشان يساعدوا الفريق في مساله التحولات والارتداد السريع، ويكون هم اللي بيشدوا الفرقه ويساعدوا على حيويه ونشاط وشباب الفرقه، ويكون عنده عنصرين 3 من الخبره في نص الملعب، وعنصر في الهجوم قوي جدا ايا كان ثمنه. ده استثمار، ده الراجل كان بيفكر كده، يبقى عندي عنصر في الهجوم، عنصر انا هصرف عليه كويس جدا، وادعم الفرقه بالشباب من الاجنحه ونص الملعب والدفاع، وعندي عناصر الخبره في الدفاع وفي خط الوسط، يبقى انت عندك فريق متنوع، فريق شاب. دي كانت خطه كابتن سعد الحفيظ، ما تمش تنفيذ اي حاجه منها. لا تم تنفيذ الملفات اللي كان بيتنافق الصفقات اللي كان سيد بيبقى حريص ان هو يتفاوض معاه، بيتم تسريب اخبارها. الوكلاء المقربين من بعض العناصر في اعضاء مجلس الاداره كانت هم اللي بيسربوا اسرار الصفقات. فالصفقات يا اما بتوصل للاعلام فيبتدي النهارده طلبات الانديه بتزيد، طلبات اللاعيبه بتزيد، طلبات الوكلاء بتزيد، او بيخش فيها منافسين، بتبتدي ان الصفقه تطير. وانت النهارده كنت النادي الاهلي كان بيعتمد دوما وابدا في مفاوضاته على السريه، ثم السريه ثم السريه، دي اللي كانت بتنجح اغلب صفقات النادي الاهلي. تحس ان انت لعيب معمول عليه دوشه كبيره جدا، اللعيب ده اصلا كان مخلص، بتلاقي القصه كلها بتبقى ما بين النادي والنادي، لكن اللاعب والنادي الاهلي بيبقوا مخلصين، والعقود خلصانه واتفاقاته الماديه خلصانه وكل شيء خلصان. فده ما بقاش يحصل دلوقتي، بقى يحصل القصه تخش في الارقام، وشات كام شوطه، وعمل كام تسديده، وعمل كام اسيست، تطلع لجنه الاناليسيز ولجنه مش عارف التحليل تبوظ لك الفيلم بتاع سيد. لكن سيد بحكم ان هو راجل لعيب كوره وعنده نظره وعنده خبره، وزي ما بقول لك حافظ تاريخ النادي، فعارف ازاي يختار وعارف ازاي ينشن على اللعيب اللي هيفيد وهيشيل اسم النادي الاهلي بجديه وبروح وبقلب. لكن العناصر اللي موجوده اللي هي فيها ما بينها مصالح وعامله تربطات في مجلس اداره النادي الاهلي، بتحاول بشتى الطرق ان هي تعطل كابتن سعد عبد الحفيظ، وبتحاول توقف مسيرته قبل ما تبدا. فاحنا النهارده بنقول غضب كابتن سعد عبد الحفيظ من التصرفات اللي بتحصل، وهو مش قادر يعني يرد، لانه المقربين منه نصحوه بسياسه النفس الطويل، لان النادي الاهلي بيدار كمنظومه مش كافراد، وان انت رؤيتك الشخصيه كابتن سيد عشان توصل
عشان توصل ان انت تقدر تنفذ افكارك هتعاني شويه في الاول. ولنا زي ما قلت لك، لانه كان التصرفات الصداميه في النادي الاهلي، ان النادي الاهلي عنده مبدا الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق المخالفين، الاهلي فوق المحدثين، الاهلي فوق المجددين. فانت بتشوف النهارده اداره النادي الاهلي فيها تداخل في الملفات، وفيها ادارات متعدده الرؤوس، وفيها انه ما فيش ملف واحد بيدار مظبوط الا ملف القانوني في النادي الاهلي. ملف القانوني في النادي الاهلي اللي هي ابرام العقود والموافقات والاشياء القانونيه، لان انت عندك لجنه قانونيه، فاللجنه القانونيه بعد المفاوضات والتشاورات هم اللي بيصيغوا العقود. دي اللجنه الوحيده اللي هي مختصه فعلا. اما فكره باقي اللجان كلها لجان متداخله، كلها لجان متداخله، وراي سيد عبد الحفيظ في الكوره زيه زي اي واحد شغال في الاستثمار او شغال في التسويق. فبتشوف النهارده ان الكابتن سيد عبد الحفيظ دوره مهمش، ومش ده الدور اللي كان كابتن سيد عبد الحفيظ داخل مجلس اداره النادي الاهلي وعنده التصور ان هو ممكن ينجزه، ولا يقدم فكره بالنسبه او تحديدا لفرقه الكوره. فرقه الكوره كانت في تصور كابتن سيد ان هي فيها شكل ورسمه معينه ومراكز معينه هندعمها بالشباب، مراكز معينه هندعمها بالخبرات، مركز المهاجم هنصرف عليه ايا كان الرقم. وجاء الحال عكس الحال، وكابتن سيد بدل ما كان جاي يشرف على الكوره لقى نفسه مستشار زيه زي اي حد على الترابيزه. السؤال هنا، هل كابتن سيد هيستحمل وهيحارب ولا هيستسلم زي حسام غالي؟ سؤال ليه، اكتب في التعليقات. لو عجبتك الحلقه اشترك معانا وفعل زر الجرس عشان توصل كل جديدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.